بصراحة يستاهل التجربة. فطار سهل وسريع ومختلف عن اللي احنا متعودين عليه. وطبعا كوباية الشاي. اهلا بيكم في اكله وضحكه. لو نفسك في فطار مختلف تاخديه جنب كوبايه الشاي يبقى الوصفه دي عشانك. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي هنحول ابسط عيش عندنا لحاجه ريحتها لوحدها تفتح النفس. يلا بينا نبتدي. واول حاجه هعملها انا جبت هنا نص كوبايه زبده. الزبده سايحه بس مش دايبه، طريه خالص. هحط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهنزل عليها بمعلقتين توم، معلقتين صغيرين توم مفروم ناعم خالص. لو ما عندكيش توم مفروم ممكن تحطي توم بودره. وادي حاطه معلقه صغيره اورجانو، ومعلقه صغيره بس مليانه بقدونس مجفف، وكمان معلقه صغيره من المايونيز. وهضربهم لغايه ما يبقى الخليط ناعم جدا. ودلوقتي قعدت اضربه لغايه ما بقى زي الكريمه اهو بالمنظر ده. انا جبت عيش فينو بس من الحجم الكبير اللي هو بيبقى فيه لبابه كتير من جوه. هنعمل ايه؟ هنقطعه شرايح، ولا تبقى رفيعه قوي ولا تبقى سميكه قوي. احنا عايزين يبقى من بره مقرمش ومن جوه طري. لو رفعتيه هيبقى كله مقرمش. فبراحتك على حسب ما انت بتحبي ايه. انا هقطعه شرايح. لحظه، رحت غيرت السكينه. هنقطعه شرايح اهو. بصي هو ده السمك. جايبه صينيه جنبي يا دوبك حاجه خفيفه دهناها دهنه زيت. همسك واحده واحده وادهنها كده ايه بالزبده والثوم وكده. خدوا بالكم، بصوا وانا بفردها عشان الثوم مفروم خالص مش محبب في العيش اهو. بفرده بيتفرد بكل سهوله اهو. وتحطي كده كميه حلوه يعني، بيبقى طعمه جميل لما بيخش يتحمص في الفرن. عايزه تحطيه في الاير فراير حطيه، النتيجه واحده. وهعمل كام واحده بالجبنه كمان. بصي اهو، هديها دهنه زبده وهحط عليها شويه جبنه موزاريلا اهو. اهو كده. دلوقتي هروح ادخلها الفرن. انا مسخنه الفرن على 350 درجه فahrenheit. هروح ادخلها بتاع 10 دقايق لغايه ما تتحمر. بصي عايزه اوريكي منظره بعد ما طلع من الفرن. بصي اسمعي الصوت. نشوف واحده سوا. سمع الصوت والجبنه بقى. بصي الجمال، مقرمش من بره وايه وطري من جوه. بصي الجبنه. بصوا انا ايه عايزه اجربه. مقرمش من بره وطري من جوه. ما تتفضلوا معايا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واشوفكم المره الجايه. يلا باي.